السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي ومتابعين الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده، وفيديو كده كله حيوية وطاقة ايجابية، يا رب ان شاء الله يعجبكم. بدأنا كده الاول كده في يومنا كده على طول، دخلنا على المطبخ. هنجهز الفطار معانا، هنجهز فطار كده ايه يفتح النفس، فطار اللي يسد ويمد على رأي اللي بيقول. اول حاجة كده احب اصبح على اخواتي وحبايبي وكل حبايبي الغاليين، يا رب يدومكم في حياتي يا رب. واللي مش مشترك عندي في القناة يفعل الجرس ويشترك، عشان بأمر الله كل وصفة أنزلها توصل له بإذن الله. بشكر كل حبايبي اللي منورين على راسي من فوق، ربنا يديمكم في حياتي يا رب. اللهم امين. دخلنا بقى هنجهز فطار شعبي كده جامد، يعني فطار يفتح النفس، وفطار كمان يسد ويمد زي ما بيقولوا كده، اللي يخليكي طول النهار كده، لو طول النهار حتى ما اكلتيش على الفطار دوت هتحس ان انت ايه واكله جمل. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. فطرنا النهارده عباره عن ايه؟ فطار شعبي. هنعمل فول بطماطميه كده وقرن شطه وفصين توم، وهعمل كمان هنحمر بطاطس، وجايبه عجينه طعميات هنقليها، وجبنه بقى ايه من اللي هي بطعم الرومي ديت، وكمان بلح اسمر وعسل، واقطع خياره كده. ودي كان الفطار بتاعنا، وكمان فطار يفتح النفس زي ما قلت لكم. طبعا حمرت البطاطسايه اهيت، وحمرت الطعميه كمان، بس المقطع ده كان عندي كنت بحسب الكاميرا شغاله وكده، لقيت الكاميرا مطفيه. قلت خير الحمد لله اللي جت على قد كده، يعني شفت الكاميرا بعد ما خلصت البطاطس والايه والطعميه. قلت مفيش مشكله. بدات جبت خياره كمان وقطعتها زي ما انت شايفه كده، وقمت حاطه الجبنه في طبق كده زي ما انت شايفه. الجبنه طعمها حلو طبعا، اللي هي بطعم الرومي دي، ولادي بيحبها جدا. وادي الفول معايا كان جاهز كمان اهوت. انا كنت برضو مصوره معاكم الفول برضو، بس ما تصورش، لقيت الكاميرا برضو مطفيه. اهي بصوا بقى، عملت الفول، جبت طماطميه كده وخرطتها، وفصين توم، وقرن شطه حراق كده او سبايسي زي ما انت حابه، يعني حباه حراق بحباه، مش حابه يكون الاكل معاك سبايسي او حراق حط قرن فلفل اخضر. وقمت ماسكاه بقى بالقرن الشطه، وبعدين نزلت على طول بالفول زي ما انت شايفه كده. خد كام غلوه كده وبقى زي العسل زي ما انت شايفه، وبقى طعمه في منتهى الجمال. حط بقى شويه كمون، وحط شويه ملح، الفول بيحب الكمون جدا. وخلاص كده بقى جاهز معايا. اهرسيه عندك بقى، هرسي اي حاجه. انا جبت الشوكه كده وبدات نهرسه، وده هنحط الفطار على طول. جهزت الفطار بتاعنا اهوت. كان طبعا الولاد كان في المدرسه، يا دوبك على ما جهزت الفطار كان هم جم، فانا بجهز الفطار على ما بيجوا كده يعني. إيه نفطر، وبعد كده بقى ايه لو الولاد بيذاكروا، لو كل عيل بينامش ده يقوم بيذاكر على ما اكون جهزت الغدا يعني. وبعد ادي الفطار بتاعنا جاهز معايا. وطبعا كان جاي لنا عيش بقى صابح كده ما شاء الله عليه، صابح وزي العسل، هنفطر بيه برضه اهوت. انا كنت حاطاه في كيسه كده بكيس عشان بس يفضل طري يعني. وادي الفطار بتاعنا النهارده. كان عندي شويه مواعين بقى كده ايه للاكل، ونخش على المواعين على طول. مواعين الفطار بقى والمواعين الشاي اللي احنا كنا شاربينه، وكنت عامله لهم بقى بلبن برضه، بس ما صورتوش معاكم. قلنا بقى على طول هنغسل المواعين بتاعتنا زي ما انتم شايفين، شويه مواعين سهلين يعني مش كتار ولا حاجه. عشان خاطر بقى هنعمل الوصفه بتاعتنا، هنعمل النهارده محشي، هنعمل غدا كده حلو. غدا متين بقى، نعمل محشي كوسه ومحشي بتنجان، وكان عندي شويه كرنب كده عملتهم في حله صغنونه قد كده اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. اشكر كل حبايبي اللي دخلولي ونوروني في القناه جديد. يا رب دايما تكونوا معايا كده على طول، واشوفكم معايا على طول. اللهم امين يا رب، ويصلح حالكم ويصلح حالنا جميعا يا رب، اللهم امين. حبايبي المغاليين اللي بيشاركونا على طول الفيديوهات، وبيشاركونا على طول في التعليقات الحلوه، ما نحرمش منكم ابدا يا رب. وربنا يجعلكم دايما كده في ازدياد يا رب، اللهم امين. وربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري يا رب، اللهم امين يا رب. دخلت على طول على شوط المعين اللي عندي اغسلهم بسرعه بسرعه كده. طبعا الفيديو انا مسرعاه احنا ما بنغسلش بسرعه كده، بس بيبقى الفيديو سريع. فدي ميزه الفيديوهات لما بنسرعها، يعني تحس ان انت بتنجزي كل حاجه في ثانيه كده. انما كل حاجه بتاخد وقتها، وكل حاجه بتغيب معايا. الواحد بقى مصور الفيديو اليوم كله بطوله معاكم، بس بيجي منتج لكم الفيديو منتج لكم في 12 دقيقه 15 دقيقه بالكتير، والباقي كله طبعا بيتسرع زي ما انت شايفه كده. نقدم لك بس اللي عشان خاطر انتوا ما تزهقوش وتملوا، يعني يكون ايه اليوم كده قصير كده وحلو عليك، او الفيديو ما يكونش طويل ويزهقك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض، ضد عليك، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين خلصت مواعيني وخلصت حاجتي، وهننجز بقى على طول عشان خاطر ندخل نعمل المحشي بتاعنا.
خلاص خلصنا بقى كده، دخلت على طول جبت الكبه بتاعتي. طبعا عامله معاكم الصلصه قبل كده بالتفصيل في كل فيديو يعني المحشي وكده. هقولك بقى، انا كنت طبعا احنا عارفين الطماطم غاليه جدا ب35 وب40. فانا قمت رايحه جايبه، انا كنت في السوق طبعا، وجبت شويه طماطم كده ايه حلوين طيبين يعني، دي طماطم طيبه مستويه كده شويه وفيها خضار بسيط كده. قلت اعمل منها المحشي على معلقتين صلصه، وهي ايه، هيأدي الغرض يعني. لان طبعا الطماطم يعني غاليه. وجبت الطماطم اللي هي الجامده، حاطه في التلاجة، نعمل منها سلطه، نعمل منها حاجه كده يعني. اما الطماطم دي كانت مستويه شويه وطيبه، هي كلها حلوه زي العسل اهي، بس تحس انها مخضره كده وفيها مستوي شويه يعني، طماطم طيبه. قلت هعمل بها المحشي. وكنت هعمل برضو، كنت جايبه فاصوليا خضرة كده، لوبيا خضرة، قلت برضو هبقى اعمل منها ايه لوبيا برضو. جبت الطماطم عندي كده، قلت هضربها كده في الكبه كلها زي ما انت شايفه. كنت ضاربه البصل طبعا في الكبه قبل الطماطم، وحطيته على النار. كان عندي حته ليا كده، قمت ايه فرمها كده ناعم على البصل وحبه زيت. وقلت على ما البصله تبدا تصفر او تدبل معايا، اكون عملت ايه الطماطم، ضربتها في الكبه او ضربها في الخلاط. حطيت كمان قرن فلفل او قرن شطه سبايسي كده زي ما انت شايفه. حط قرن فلفل سبايسي لو انت حابه المحشي يكون سبايسي معاك. لو مش حباه حراق وكده، حط قرن بارد بس. طبعا المحشي لما بيكون فيه نسبه حريه كده بيبقى طعمه حلو وبيفتح النفس. جبت الكبه بقى وخلاص، وقلت اشغلها على طول عشان خاطر ايه افرم الطماطم ناعم. حطيت شويه ميه برضو على الطماطم، وقلت ايه عشان خاطر يعني تبقى سهله معايا يعني في الفرم بتاع الطماطم وكده. كانت محيراني شويه الكبه وانا بحطها يعني وكده، وانا بعدلها، بس عدلت معايا اهيت. أنا طبعا لسه جايباها كده بس على ما اتعود عليها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. هتلاحظوا ان انا ايه يعني في الفيديو انا بسجله تحس ان صوته متغير، معلش بقى انا تعبانه شويه يعني، هبطانه كده شويه، فسامحوني بقى لو صوته متغير في الفيديو يعني. خلاص بدأت ان انا افرم الطماطم، فرمتها ناعم خالص اهيت. ما شاء الله الطماطم نعمت معايا. طبعا الكبه برضو بتفرم الطماطم وخلاها ناعمه وحلو. بعد البصل على طول، والبصل كان معايا على النار زي ما قلت لك، حطيته بس يدبل شويه كده، وحطيت حته ليا فرمتها في المبشره وحبه زيت. جايبه بقى معانا هنعمل محشي النهارده، هنعمل محشي كوسه وهنعمل بتنجان. الكوسه طبعا كنت مقوره الكوسه زي ما انتم شايفين ومخليها زي الفل قبل وقت يعني. والبتنجان كمان اهوت قورته برضو وخليته زي العسل. ادي البتنجان، كنت مقوراهم كده زي ما انتم شايفين. وادي البتنجان كمان كنت مقوره كده من بدري يعني، ومجهزه كل حاجه معايا اهو. وكنت غسلاهم مخليهم زي الفل. همسكهم برضه اغسلهم كمان غسله كده حلوه. شايفه البتنجان وشايفه الكوسه، بسم الله ما شاء الله متقوره زي الفل. حضرت الرز بتاعي كمان وخرطت الخضره عليه زي ما انت شايفه. وكنت دقه بقى كده ايه حبه توم حلوين. طبعا انتوا عارفين ان انا بحط توم على المحشي بيخلي طعمه حلو ونفسه حلو. وهنزل بالتوابل بتاعتي بقى، هنزل بشويه فلفل اسود، وهنزل بالسبع بهارات بس، وشويه كمون. طبعا وهقوم بقى مقلبه الخلطه الحلوه دي الاول كده مع الخضره، التوم والخضره والتوابل. هقلبها كده في الرز حلوه قوي، تاخد من طعم الرز كده، او الرز ياخد من طعم التوابل، قبل ما انزل بالصلصه بتاعتي. طبعا الصلصه كانت اتسبكت وجازت ومعايا زي الفل اهي. هنزل بيها على طول على المحشي او على الرز بتاعنا. الخلطه كانت عسل وريحتها في منتهى الجمال. وحته اللي انا حطاها في قلب الخلطه دي او في قلب التسبيكه مخليه ريحه المحشي، عايزه اقول لك ريحته مفحفح في اخر، تجيب لك اخر الدنيا كده. وريحته جميله وطعمه كان في منتهى الجمال. وحته الشطه السبايسي اللي انا كنت حطاها في قلب الطماطم، طبعا ما حطيتش غير لان الشطه دي حراقه جدا، فانا ما حطيتش شطه تاني. مظبطه برضو معايا الشطه بتاعتها مظبطه وزي العسل. انا بحب المحشي يكون فيه ايه يعني شويه حرقيه كده، مش حراق قوي بس بيكون شويه كده، بيدي طعم وبيخلي الاكل يبقى حلو وطعم كده. بدات اجيب الكوسه بتاعتي بقى، وبدات ان انا احشيها زي ما انتم شايفين. طبعا شطفتهم الاول برضو كمان شطفه كده، الكوسه والبتنجان شطفتهم. اي شايفه بسم الله ما شاء الله. وانا بحب اما اجي اقور الكوسه اعمل فيها الايه الخطوط اللي انتوا شايفينها دي كده، بتخلي شكلها حلو قوي. انا هعمل طبعا الكوسه، هعمل صينيه في الفرن اهيت. انا هعمل الصينيه دي في الفرن، مش هعملها في حله يعني كده، احنا بنحب الكوسه في الفرن، نعملها في الفرن. ما شاء الله طبعا الفرخه بتاعتي برضو استوت وجزت معايا وبقت زي الفل. هبدا على طول انزل بايه بالشوربه بتاعتي. ما شاء الله اللهم بارك اهو. نزلت بالشوربه المحشي او العود بتاع المحشي، وهحطها في الفرن على طول. نعمل بقى البتنجان كمان مع بعض اهوت.
هنجيب البتنجان كده برضو نفس الطريقه بالظبط، بس انا بحب اعمل بتنجان بقى في الحله، مش بعمله في الفرن، لا في الحله بيبقى احلى واطرى، ويبقى طعم كده ما يشدش معاك ولا يجلد ولا اي حاجه. هبدا احشي برضو بنفس الطريقه كل كميه البتنجان بتاعي زي ما انت شايفه كده اهو زي الفل، بسم الله ما شاء الله. كان حبه محشي زي العسل ما شاء الله عليها، اللهم بارك. لو انت وصلت لحد هنا معايا كده انزلي صلي على رسول الله في الكومنتات واثبتوا حضورك معايا. اه بصوا ما شاء الله اللهم بارك، زي العسل. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا احنا كل يوم بنعمل حاجه من شكل في بيتنا وبنقضي باللي موجود في بيتنا. اللي عندك قضي بيه ومشي بيه، مشي بيه حالك. يعني ما حدش بيوقف على حاجه، وكل يوم عايز وكل يوم بيبقى محتاج اكل شكل. خلاص نزلت بالعقد بتاعي برضو زي ما انت شايفه اهو. طبعا المحشي البتنجان بتحط نصه بس الشوربه كده تبقى نص المحشي. اعلق عليه بقى ويستوي، وادي البتنجان بتاعي بسم الله ما شاء الله طلعته من الفرن خد لون زي العسل اهوت. ما احبش احمره عن كده عشان ما ينشفش. ونبدا بقى نغرف الغدا بتاعنا ونحط الغدا بتاعنا. لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا رب. بدات ان انا احط في الغدا اهوت او اغرف المحشي ما شاء الله مستوي، والصباع زي السكر زي العسل كده. شايفه بسم الله ما شاء الله. اه واخد لون حلو قوي. وكان طعمه في منتهى الجمال، وكان سبايسي شويه كده، وعايزه اقول لك كان الطعم تحفه حكايه. ادي المحشي بتاعي، ادي اول حاجه اللي هو محشي الكوسه. وغرفت كمان محشي البتنجان. كان فاضله عندي حبه رز صغننين كده، وكان عندي شويه ورق في الفريزر. ورق كرنب قمت مطلعهم وحشيهم حله صغننه خالص، اصغر حله صغننه خالص. حتى ما حطهمش في حله، حطهم في كسرونه كده. وادي الاكل بتاعنا، طبعا الفراخ بتاعتي حمرتها، وادي الشوربه. طبعا المحشي مش عايز جنبه اي حاجه تانية، هو الشوربه واللحمه او الفراخ وبس. بسم الله ما شاء الله، حبه محشي زي السكر هتاكلي صوابعك وراه. بألف هنا وشفا يا رب للي كل يا رب. واللهم ديمها نعمة علينا يا رب، واحفظها من الزوال دايما يا رب، اللهم امين. ادي اكلنا النهارده، وادي الفيديو بتاعي كده خلص. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.